انت جاي تلعب بنفسك اوزانك يجي انت اصلا سايبها وماشي. كاميرا ريكوردينج 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا من جديد مع بداية الميد. بقالنا فترة مش أحسن حاجة في المذاكرة، في النوم، يعني في الأكل، في التمرين، بس إن شاء الله يعني بداية الميد بعد يومين. أهم نصيحة نبدأ بيها الفلوج في الأجواء الجميلة دي بعد صلاة الفجر الحمد لله، ألا وهي ما تأثرش في دينك، واحشر الأعمال الصالحة في وسط يومك، عشان مش دي اللي هتضيع لك وقتك والله، بالعكس دي هي اللي هتنظم لك وقتك وهي اللي هتبارك في وقتك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. يعني العيد خلص ورمضان خلص، يعني الحمد لله، اللهم تقبله منا يا رب وأعده علينا يا رب. الفلوج النهاردة مش فلوج مذاكرة قد ما هو فلوج تمرين، إن إحنا راجعين نظبط التمرين إن شاء الله. طبعا الفترة اللي فاتت كلها أنا كنت بلعب بنظام أبر لور أبر لور بصراحة، عشان كنت بكسل جدا، يعني كنت بكسل أفكر أصلا أنا عندي تمرين إيه. فقد يختلف شوية الفترة دي عشان راجع أظبط الدنيا شوية، فممكن ألعب أبر لور ويوم يوم كور وكتف لوحدهم كده عشان عايز أهتم بيهم شوية برضو. أبر لور أبر لور ويوم كور وكتف ودراع. توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يوم الخميس خميس وجمعة وسبت وأحد والنهارده الاثنين. انت جاي تلعب بنفسك اوزانك يجي انت اصلا سايبها وماشي. كام يوم؟ مش نفس العداد، ايه؟ مش نفس العداد خالص. نفس الوقت ان شاء الله. المدى اصلا مش زي المدى الطبيعي اللي انت بتنزله، انت بتنزل 3 كتله وطلع نفسها مش عارف انت بتلعب بالمفروض بالوزن. فعلا ب 35 احسن. انا بقول لك احنا لو كنا لعبنا النهارده اصلا انا ما كنتش هلعب. عدد نفسها مش واخد على المدى الحركه. كان ينزل فصل الطول. ما تقدرش الفاشن. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. 25 على طول. انت مسافر هناك. تخش بال30. انت خش ب 25. انا بلعب على طول. ما اعرفش ايه؟ بلعب 25. احنا رايحين معانا فتره. انا كنت بلعب 25 دقيقه. انا بقالي شهر. عايز اجي النهارده العب 35. وانا تقريبا من قبل رمضان وانا بكسر في ال 40. عشان هي كانت بالنسبه لي تهم. من قبل رمضان وانا بكسر في ال 40. جيت النهارده اول مجموعه شغل ورايا تكنيك معفن، ولا طالعه ولا نازله ولا اي حاجه. كنت محترم نفسي ونازل بصراحه. بس العب بقى من اول اسبوع تاني. نرجع بس تمرينتين وبعدين نلعب باوزان كده. هو انا بقول لك ارجع العب الاسبوع الجاي يوم السبت ولا حاجه العب ب 35 شهر 30. وصلنا عشان 5 دقايق وهيقفلوا. اضطر ان النهارده العب صدر وظهر بس، فانا لعبت بعدها مجموعه كتف ومجموعه دراع بس ما صورتهمش بصراحه. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه. فبس لو هنا ننهي الفلوج مع آخر نصيحة، ألا وهي يعني احشر يومك كله في الحاجات اللي هي بتنفعك. احشر يومك كله في الحاجات اللي هي بتنفعك، سواء تمرين، سواء تصوير، سواء أكل حلو، سواء أكل حلو وصحي مفيد لجسمك، سواء قاعدة مع ناس انت بتحبها، سواء حاجات انت بتحب تعملها مش حرام مش غلط. وروق دنيتك وما تكسرش في دينك على حساب دنيتك. بلغي على امتحان الفارما حوالي 28 ساعة، فاضل لنا لسه نص ساعة تقريبا، فاضل لنا نص ساعة شرح وإن شاء الله نخلصهم ونبدأ نراجع ونحل والدنيا الجميلة دي. بس إلى هنا ننهي الفلوج. السلام عليكم وفي أمان الله.